بعد إطلاق حملة الإعمار التي أطلقها السيد محافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل الهلوب المحترم، تمت المباشرة بعدة مشاريع في قضاء الشرقاط، منها مشاريع استراتيجية ومشاريع أخرى. اليوم إحنا بمشروع كورنيش الشرقاط. طبعا هذا المشروع هو مشروع حيوي، نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 40%. يبدأ هذا المشروع من سدة الشرقاط باتجاه جسر الشرقاط الكونكريتي، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة سيتم إنجاز المشروع. هذا المشروع سوف يؤدي إلى فك الاختناق في الغضاء، وأيضا سيضيف واجهة حضارية للغضاء. نسبة الإنجاز 40%. المهندس علاء شعيب مقام قضاء الشرقاط. احنا الآن في مشروع إنشاء كورنيش الشرقاط. الجهة المستفيدة من المشروع هي مديرية بلدية الشرقاط ومديرية بلديات صلاح الدين. المشروع عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو سدة حمايوية لقضاء الشرقاط والمناطق المحاذية لنهر دجلة من أخطار الفيضانات. المنسوب الكلي للمشروع فوق مستوى الفيضان المتوقع بمترين ونص تقريبا. نسبة الإنجاز الحالية أكثر من 40%، 42% الواقعي حسب المخطط 40%. نسبة المبالغ المصروفة أقل من 25%. المدة الأصلية للمشروع هي 360 يوم. المشروع سائر باتجاه إن شاء الله إنهائه بأقرب وقت وعلى الخطط إن شاء الله. المشروع مثل ما حكينا جزئين، الجزء الثاني يشمل شوارع سايدين مع الخدمات الأرصفة والتشجير والإنارة، يساهم بنقل البضائع من الساحل الأيسر إلى مركز القضاء لتجنب مناطق الازدحام والاختناقات داخل القضاء. المهندس حمد مصلط أحمد، رئيس دائرة المهندس المقيم لمشروع إنشاء كورنيش الشرقاط.